الواحد حاسس ان هو عايش في دوامه ما بتخلص. حاسس ان انا شفت الموسم دوت 50 موسم قبل كده. حاسس ان انا قصه الزمالك الموسم ده هي قصه الزمالك على مر التاريخ. نفس مشكله كل سنه. سواء بقى عندك ايقاف قيد، فرقتك قويه. هو انا ليه دايما بدخل نفسي في الدوامه دي؟ هو انا ليه دايما ما بستغلش ان المنافس المباشر بتاعي بيقع؟ ليه دايما ببقى زانق نفسي الزنقه السودة دي؟ الزمالك مضيع الموسم ده 3 فرص ان هو يفرق عن المنافس بتاعه اللي هو الاهلي. بيراميدز كده كده بره الليله. ليه احنا مصرين ندخل الاهلي الجيم؟ ايه مشكله لعيبه نادي الزمالك في الماتش اللي بيبقى داخل عنده اريحيه فيه؟ ليه لازم نكون مضغوطين عشان نلعب؟ كلمه ليه ديت عايز احط ليه 500 يه عشان لعيبه الزمالك تشوفها كده بالبنط العريض. ليه؟ ليه كل سنه؟ ليه على مر تاريخ الاهلي بيتغلب بيبقى لازم ان انا اقع؟ ايه العلاقه؟ طب ما هو بيكسب ما بكسبش انا ليه؟ مصرين نضيع فرص من ايدينا، مصرين نبهدل نفسينا، مصرين. حاجه يعني حاجه بجد. انا يعني ليه؟ انت بتتكلم في فرقه ما جاتش. يعني كان عايز تتفرج على نادي الزمالك النهارده كان يتفرج على المنظر ده كده. مفيش حد واقف، اكنك سامع صوت ومش شايف شكل حد موجود. ليه؟ اسئله كتير اخرها، يعني اسئله كتير اولها ليه؟ ليه حسام عم جدي ضيع البين اللي كان ممكن تعوض قرفنا وزعلنا على المباراه؟ ليه معتمد جمال يعك كل العك ده في ماتش واحد ماشي بالك؟ من ساعه ما جيت الزمالك كنت ماشي زي الفل. ليه تعك كل العك ده في ماتش واحد؟ ليه الزمالك، ليه محمد شحاته يطرد في كوره ميته الماتش اللي فات؟ ليه محمد ابراهيم النهارده ما عملش عرضيه؟ ليه بينتهج 5 أو 6 باصات متتاليين ورا بعض يباصيهم غلط؟ ليه ناصر منسي النهارده مقلب في كل كوره؟ ليه محمد اسماعيل اللي الميزه اللي فيه انه بيلعب برجله مش عارف يلعب برجله؟ ليه اللي فتوح اللي كان احسن واحد النهارده مش شايف، مش عارف يلعب الكره اللي بيلعبها كل ماتش؟ ليه بتزيرة كل مباراه بيضيع الماتش، بيضيع الانفرادات اللي بيروحها؟ النهارده مضيع مجهوده كله ان هو ما جاش النهارده اصلا. ليه ادم كايد اللي كان احسن لاعب في نص ملعب الزمالك قبل ما يصاب ينزل بمستوى افضل اسوأ لاعيبه كره قدم نسائيه؟ ليه ينزل بالاداء ده؟ ليه عبد الله السعيد مستواه البدني متدمر ألعبه من اول الماتش 90 دقيقه ومع ذلك يجيب لك ضربه جزاء وتضيع؟ ليه لعيبه الزمالك ضعيفه في الضغط؟ ليه الكوره هتقعد تقول ليه ملاش اجابات؟ هتقول البدني مش للدرجه دي. طب والبدني الكوره اللي تحت رجلي؟ اسئله كتيره جدا اولها ليه اجابتها كده ما اعرفش. اجابتها ما نعرفش. هي دي اجابتها. طبعا يعني كميه الليه اللي قلتها بتفسر لك اداء لعيبه نادي الزمالك. مش عايزين نورس عليكم، مش عايزين نورس عليكم. ومش عايز الجمهور يعني يجي عليكم. لان انتوا اصلا عاملين حاجه استثنائيه الموسم ده. انت الموسم ده انت عامل اللي مش طبيعي. بس انت عشمتنا ان انت ممكن تعمل كده على طول. ليه لما تقع حتى ما تحسسنيش ان انت حاربت؟ انت نازل مستسلم من اول دقيقه. الزمالك وحش من قبل ما الماتش يبدا. لعيبه نادي الزمالك اصلا اللي ركزوا في يعني هاتوا الوقت ده رجع تاني. داخلين الملعب متاخر في بدايه الماتش اصلا داخلين تايهين. ليه استاد المقاولين ده بحس ان فيه لعنه؟ انا حاسس ان اي فرقه عايز تكسب نادي الزمالك هروح العبه في استاد المقاولين. استاد المقاولين فيه لغز، انا هتجنن من انا الاستاد ده مجنني. ليه اشمعنى الاستاد النجس ده؟ اشمعنى؟ ليه انبي النهارده بتلعب زي ما تكون بتلعب على شرفها وهي هتطلع تلعب
مطوشه الله اعلم هتعمل في ايه لما تطلع مع 7 كبار. يعني ممكن تخسرهم الست مطوشه بتاعتك، ممكن تخسرهم كلهم، وممكن تاخد ماتشين 3. هتاخد دوري؟ لا. هتهبط؟ لا. بتلعب عشان تسوق نفسيا، ماشي وكل حاجه، بس ليه الغل اللي مش مفهوم من نفس كل مره بيلعب فيها انبي؟ برضه دخل ده يعني تحت قسم ليه؟ لعيبه الزمالك مش لاقيه بعض في نص ملعب. لعيبه الزمالك مش لاقيه نص الملعب، مش لاقيه بعض في هجوم ودفاع، ما كانش في نص ملعب اصلا. بلعب 4-4-2 و4-5-1 ومفيش نص ملعب. ليه؟ نفس السؤال ليه؟ يعني اديني سبب مقنع ان لعيبتي مش واقفه صح. هتقول بدني، طب وقف صح. واقفين غلط. طيب هل في، انت بدل مش قادر تجري، طب ايه علاقه ده بالالتحامات؟ مش قادر تلتحم وانت واقف على رجلك؟ احنا الكور التانية كلها طول على مدار الماتش كله ضايعه منا. كل ده دخله تحت سلسله ليه؟ ليه لعيبه الزمالك مصممه تدخل النادي الاهلي الجيم؟ انا متاكد ان بسبب الماتش ده ممكن الاهلي ياخد دوري، ان شاء الله ما يحصلش، بس بسبب الماتش ده ممكن، يعني عندي احساس ان الاهلي هياخد الدوري بسبب الماتش ده. غياب شحاته النهارده، يعني مش بيقول لك ان هو الواد سايب فجوه في نص الملعب، ده سايب بلوه في نص الملعب، ده في خرم في نص الملعب. نص ملعب الزمالك النهارده مش كان مخروم؟ ثقب، كان في ثقب الاوزون، كان في ثقب اسود في نص ملعب الزمالك. لاعب النادي الزمالك بيخش نص ملعبنا بيختفي. لعيبه تيم بتاخد الكوره بتجري بس، يعني اللعيب بياخد الكوره بيجري بس بيوصل للجون. يعني اديني مبرر للاداء السيء لاقصى الدرجه. ليه الظروف كلها تبقى مهيئه؟ يعني انا مش لاقي مبرر، يعني انا مش عارف اقول ايه. معتمد جمال النهارده عك بكل الطرق. مفيش جمله واضحه النهارده بالذات، مفيش جمله واضحه. لعيبه مش في اماكنها، لعيبه في اماكن مقفول عليها مش عايز اغير، مصمم على بتزيرا وينج رايت مقفول عليه مش عايز اغير مكانه، وده الليفت ما تدخله في عمق الملعب. ناصر منسي نزلت الجزيري مش قادر يجري من اول ثانيه. اداء لعيبه الزمالك النهارده كله مبهم. ايا كان الهبيد اللي يطلع يحلل الفني، مشكله نادي الزمالك النهارده مفيش نص ملعب. لعيبه الزمالك تعبت الشوط اول 10 دقائق، انبي جروهم تعبوا خلاص كده شكرا. برضو يعني مش عارف بجد والله العظيم، ما عارف، مش عارف بجد والله العظيم. يعني الملعب ده حد عمل فيه حطه فيه؟ يعني في حد عمل على تيشيرت ابيض في الملعب ده ان اي لعب فرقه تخش بيه تخسر؟ انا مش فاكر اخر مره كسبنا على سد امتى. احنا يا بنخسر يا بنتعادل باداء وسخ. الواحد ما كان مصدق انه فرحان ان فرقته حتى لو الماتش صعب عليها بيلعبوا برجوله. احنا ما لعبناش النهارده لا في رجوله ولا في اداء، وربك ما رضاش يوفقك تتعادل حتى عشان انت ما جيتش. طبعا ده في عوامل تانية كتير، في حظ غريب، في توفيق غريب لعيبه انبي. اللاعب يباص الكرة غلط تجي له برضه، يشوط الكرة غلط يا تروح صح يا تجي له تاني برضه. اللاعيبه موفقه في الالتحامات. هو فرقه انبي كلها موفقه، وفرقه نادي الزمالك كلها في 100 عقبه لسه تقريبا بيتمرنوا. في كرة النهارده حسام عبد المجيد لما الكرة جت في العرض عمل كده، يا ابني لسه الكرة في الملعب، لسه الكرة في ال 18، يمكن تعرف تجيبها تاني. ده بيديك يعني اللعيبه مضغوطه من ايه؟ يا ابني انت بتكسب مش بتخسر. مش عايزين نيجي عليكم عشان انتوا ماشيين كويس، بس حرام. بدل ما اخش الدور الثاني فارق عن الاهلي 6 نقط، الاهلي ممكن يكسبني ياخد الدوري. بيراميدز طلعها من الليله، بيراميدز هجاص بيهجص معاك، ممكن يضيع من عليك اصلا المركز الثاني. دخل سلسله وحاجه اخيره بس عايز اتكلم عليها قبل ما اتكلم على اداء اللعيبه اللي هم يعني اداء ايه؟ كله صفار. قبل من دلوقتي لعيبه الزمالك كلها صفار. معتمد جمال مليون صفر النهارده. وقبل ما اقفل رساله بس لمخرج المباراه ورساله للحكم. رساله للمخرج، اقسم بالله لو محمود الخطيب مين؟
لو مختار التتش اللي بيخرج الماتش ده مش هيعمل اللي انت بتعمله. انت اي كوره فيها شبهه التحام لعيبه ام بتعيدها من كل الزوايا، وضربه الجزاء اللي من وحي خيال الحكم اللي ما بصش للفار، اللي الفار خد القرار بسرعه مريبه، عطها مرتين من زاويتين ميتين، ومن الزاويتين الميتين مش باين ان فيها حاجه. موطي صوت الجمهور. يعني انا بروح استاد والله وبسمع صوتنا في المدرج، وساعات بقعد بعيد عن المدرج عشان اشوف صوتنا عالي ولا لا، بسبب اللي انتوا بتسمعونا في التلفزيون. انت موطي صوت الجمهور ليه يا عم؟ هو المعلق عمال يخر في عمال يقول يزرط، ما بحبوش اصلا وتعليقه زباله، انا كاتم الصوت معظم الماتش. موطي صوت الجمهور ليه؟ عمال تعيد كور غريبه. كوره اوت للزمالك، وعدت كوره ميته وعمال تعمل له كلوز على كهربا طول الماتش. يعني عايز ايه يعني؟ كهربا ماله كهربا؟ اؤمر. نيجي بقى حكام المباراه. مش هقول غير يعني يا رب، يعني بدعي من ربنا ان الفيديو ده يوصل لحد من حكام المباراه وانا اعمل لهم منشن. يا رب يا رب يا رب بحاجه يا النبي تظلم زي ما انت ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. واخد اوردر ان انت جاي اهد النادي ده. ساعدوا الزمالك بادائه الوحش، يعني رغم ان هو واخد اوردر ان انا هوقع الزمالك. ضربه جزاء غريبه، الفار خد القرار بسرعه ما راحش بص عليها. فاولات مريبه بيحسبها الانبي، الحق انبي. لعيبه الزمالك بتتفشخ ضرب ولا انت موجود. يعني بحب اسقف لك واقول لك انت بقيت انت ضلالي بامتياز. انت مش حقاني بامتياز. انت راجل متسلط وبتاع اوردرات. جاي لك اوردر لازم اهدي اللعب شويه، الاهلي اتغلب ما ينفعش الاهلي وعمال يقع والزمالك عمال يطلع. ساعدك الزمالك في كده بس اديني حقي. ليه تحسب على ضربه جزاء يجي فيها جون؟ على لو عايزك كانت تترد كان الزمالك كان ممكن يجيب جون. يعني ضربه الجزاء اللي جه منها الجون الله اعلم ما كانتش جت، كان ممكن الزمالك كسب 3-4. بس عارف ده ما حصلش ليه؟ عشان انت ضلالي واللي بتعمله ده هترد فيك. حسبي الله ونعم الوكيل.